ميماتي ما اجى لوحده، اجى معه مراد وعبد الحي. اسمعوني منيح انت وياه نقلعوا. يلا يلا. نهاد ادعي لربك انه ما يكون مات. ما مات، لا تخاف. لو بدي اقتله كنت قتلته من زمان. ولكن النفس اللي بتاخده انت حرام. شو بنا؟ اتصلنا فيك لتجي تاخذ زلمتك، حتى تليفون ما كان إلها خلق تحكي. ابني انت واحد فاضي اشغال. الزلمه تبعك اللي فاضي اشغال عم بيتصل بالشرطه ويخبر عن رجالي. اذا بدك تحكي شيء احكي مع هذا الختيار، مو معي. خلصنا. اتركوني على هدول الكلاب، خليني ورجيهم قيمتهم. شو رايك تطب لسانك انت التاني؟ عاطين ابني لهي المرة. انتو جيبوا لي ابني وبقع لكم على الوراق اللي بدكم اياها. آغا، المرأة قاضية. كله مرتبته الندلة ليلى. انت رجال مين؟ مراد اشتراك إلك كمان؟ جاوبها إلهام، جاوبها. موقع بانك. جاوزت حدودي آغا، يلي بتقوله بعمله. ماشي ست انجي، اتفقنا. رح اعطيكي ابنك وبتوقعي لي وراء. اليوم بدي اياه. ماشي، اليوم رح اجيب لك ابنك. معك 24 ساعة، وإلا بتنازل عن أسهمي لواحد تاني. يا آغا، هاي المرة مجنونة. لا تحكي بدون ما تفكر. نحن بناخد الوراق وبعدين يعلقوا انجي ومراد ويصطفلوا. طلع فيني، اوعك تترك ثغرة، خلي غيرك يعملها. ايه. ما عرفتني يا ندل؟ في خون كتير من شكلكم، مين منكم بدي احفظ لأحفظ. بس اذا بفكر شوي انا اللي بكون اخذ عينك وانت اخذ لك جلاك. كلامك مزبوط، بس ما صار دورنا. خد وقفوا وقفوا يا سفلة، وقفوا. انتوا عملاء مين انتوا؟ انا قلت لكم احرسوه، قلت لكم اضربوه.
نقلعوا من هون، نقلع. يلا نقلع برا. طلع فيني، بتحط عنده واحد بده يصل على قنديل اللي عايش. زلمتكم مراد علمدار شو عم يقول عني؟ اوف، ليش شو في شي غلط باللي عم يقوله؟ سيد أشرف، يمكن أنا براعي مصالحي، بس ما اعتبرت ولا مرة أنه مصالحي بتتناقض مع مصالح وطني وأمتي. سيد متى، بلغناك بأنك لازم تقعد على جنب، بس أنت مصر تتدخل بكل قضية عم تصير. الزلمة تبعنا عم يشتغل بمكافحة الإرهاب وأنت عم تلعب من وراه. هلأ كل اللي بيعمله مراد علمدار صح؟ شنقه ولا شهميران فادنا ولا ضرنا برأيك؟ سيد متى، أنا حاولت دافع عنك بكل محل، وأسوأ شي بالموضوع إنه ما بقى عندك شي تدافع عنه. أنت قربت تخسر كل رصيدك. الدولة ما بتنترك لمبادرة شخص واحد، إذا انتركت بيصير يشتغل على كيفه. بعدين الدولة من وراء هالشي راح تخسر كل شي. أنت يلي عم تقوله حاسبين حسابه، لا تشغل بالك. هلأ شو بدك مني؟ احكي بصراحة. أنا ارتكبت أخطاء، بس ولا خطأ منهم كان في خيانة أبدا، كان خطأ، وأخذت الدروس اللازمة من هاي الأخطاء. دولة يا أشرف ما ربتني حتى أقعد واتفرج على جنب شو عم بيصير. عم بسألك مرة تانية، شو بدك مني؟ يا أما بتفهموا لهذا مراد مين أنا، أو اجمعوني معه لحتى فهموا بطريقتي الخاصة مين أنا. زازا، خلينا ننقذ كارا وبعدين بنحكي بقصة نهاد. ليش مين نهاد؟ أنا ما عم أتذكر هيك واحد. زازا، بس جمال القديم ابن ضيعتي. كرمال خاطره كارا أنقذ لك حياتك، بس ابن ضيعتك هاد راح وباعوا لكارا. علمدار، أنا لليوم هاد ما سبق وبعت حدا. وما راح بيه جمال هالمرة. وما بدي كمان إنه كارا يموت. بس هلا ما حدا بيحسن يوصل لجمال، الشغلة مو سهلة منوب. انت وجمال عم تشتغلوا سوا مو هيك؟ راسي عم يطن كتير. لما بينذكر اسم جمال بشوفك بعيوني، ولما بينذكر هذا الثاني بشوف ميماتي. انت ساعدني وخليني انقذ كارا، وانا رح اعوض لك ضررك بطريقة ثانية. شو عملتوا معلم؟ قال ما حدا بيقدر يوصل لجمال. بس مو هيك عم يحكي نجدات. ليش هذول من اللي صار لهم بيعرفوا شو عم يحكوا يا ترى؟ نجدات؟ معلم بروحوا بثوف ذلمة زمال، بس بتعرف. لا، روح مع خالك لحتى يجي جمال. انتوا ليش عم تخلوني اعمل هيك؟ انا اللي عم اكل الضرب بالاخير. يلا يلا. راسي. مرة كنت مع كينان ضربني ورماني من السيارة، وفي ست هي وزوجها مارقين حملوني ونقلوني على المشفى إسعاف. يا ريت تدوري عليهم. تتذكري بأي مشفى؟ لا ما بتذكر.
بيكون مسجل بمشفى مراد من وين تحولت لعندهم. بتعرفي من هونيك. ماشي. كنت مفكرة ميماتي رح يجي اليوم. تركينا هلأ من ميماتي، شو ما صار إلا ما رح يجي يشوفك. سلوى، رجاء ركزي هلأ على اللي عم بسألك إياه، فكري منيح. كل تفصيل بيتعلق بكنان مهم. أنا عم حاول أمحيه من عقلي وأنت بدك تذكريني فيه، معقول؟ تذكريه هلأ لتمحيه طول عمرك. ليش بعتلك على هذا البيت؟ رحتي عليه من قبل؟ رحت عليه مرة، عزمني على هذا البيت حتى ما يقتلني ببيته. هي غريبة كتير. يعني شو الفرق بين بيته وهذا البيت؟ يا ترى عنده شي حساب تاني؟ ما لاحظتي شي خلال الكشف؟ مثل ما قلت لك، طلبت كمبيوتر ولا نشوف إذا في شي، بس ما لقينا أي شي، كلها شغلات عادية. سيدي الرئيس، زازا بعت خبر قال بده يشوفك مشان يبعت مصاري. لك شو مفكر حالك عملت؟ شلون بتنكش قبر طفل؟ سيد متى، لعلمك هدول قتلوا لي ابني. أنا على القليلة ما عملت شي بالعايشين. مو هنن اللي قتلوا لك ابنك، ابنك هو يلي خلى بنت تقتله. إذا بدك تقطع فاتورة هالشغلة بتخبرني إلي، لا تتدخل بالميتين وبالقبور. سيد متى، بفضل هالشغلة رح آخذ أسهم المجنونة، يعني رح تكون الجريدة كلها إلي، وبعدين رح آخذ أرواحهم كلهم. انت زبط وخود الجريدة واترك الباقي علي. اليوم كان عندي خطوة مهمة كتير، لازم ارجع أسس للمكانة تبعي. لازم نجتمع مع محاربين القدماء، وانت مهمتك انك تسمع صوتنا لكل تركيا. خالي، أنا عم بقول خلي مراد وزمال ينشغلوا ببعضهم ونحن منروح منخلص على نهاد. مين نهاد؟ خالي، مو طولت هالمزحة؟ روحوا من وشي هلا، حضروا المصاري للروح. بس حكولي جوهر قبل ايه؟ فقس مخه. معك حق. شو وين غاطط ليكون رجع وغرق بالقمار هاد؟ ها؟ هلأ صار وضعه أحسن. منشكر الله ومنحمده. أنت راجع على الشغل؟ عند اللزوم باخد تقرير، قد ما لازم ابقى رح ابقى. بيكون أحسن. قديش رح نضل هون؟ رح نخليكم كم ساعة. يا روحي. ايه الهان، هنن بالمشفى تبع مراد. شو نعمل؟ انت شو لك شغل هنيك؟ اختفي بسرعة. اسمعني، بس تطلع خلي رجالك ياخذوه. أمرك آغا. اتصل بجوهر مرة تانية. خالي، تليفونه مسكر. عم تكذب علي، هات لشوف. الرقم المطلوب مغلق حاليا، رجاء الاتصال لاحقا وشكرا. يا حضرة الست، بس سؤال جاوبيني بس، شو هذا مغير رقمه ولا شو؟ اسمعي يا ست. مغلق حاليا، الرجاء الاتصال لاحقا وشكرا. خالي، دخيلك لا تعمل هيك معي، راح تخليني ابكي. دورت عليه عند خدر شيء؟ روحوا شوفون هيك، يلا. شو بدنا نعمل؟
والله ما بعرف، فكرته عم يمزح معنا. قلت لك طاقة أعاله هالمسكين. شو وين جمال؟ الرئيس جمال مانو فاضي. لك شو يعني مو فاضي؟ نحن شو عم نعمل هون؟ خدني لعنده. الرئيس أصدر لي أمر، قال لي خذ المصاري. إذا ما في رئيس ما في مصاري. تعال ابني تعال. بتقول لجمال خلاني اشوف بعيني ايه؟ شوف ها، هاي الدولار والمارك ورفقاتهم. شفت؟ قال مو فاضي، يلا روح. خلينا ناخده ونكسر له راسه ونحقق معه. جمال كشفنا، عارف انه عم نستخدمه لحتى نوصل لكارا. ايه وشو رح نعمل؟ بدنا نراقبه، ليش في عنا حل تاني؟ أنا قلت لك جمال ما راح يجي، بس فرجيته للصبي المصاري مشان يصدق ويخبره بلكي بيقتنع. تسلم يا زازا. زازا نعمل عرسنا وبعدين اعمل اللي بدك اياه. لمين؟ لنهاد. مين نهاد؟ زازا يا ريت ما تعمل شي ل 31 ايار. بحزيران اعمل اللي بدك اياه ولمين ما بدك. يلا روحوا لعند قدر، أنا رايح على البيت. خالي خلينا نوصلك على البيت وبعدين بنروح. أجداد خالي اتصل خالي ذوهر وقال صار بالبيت. روحوا جيبوا لي قدر، هي بتعرف إذا عم يلعب قمار ولا ما عم يلعب قمار ولا شو عم يعمل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسفيك يا خالي. اعترف بخيانتك لشعبنا والجرائم اللي ارتكبتها بحق شعبنا. نحن مو مثل دولتك، رح نحاكمك بالعدل. ايه كتير منيح، بس قلي هلا انت هون عامل شرطي ولا مدعي؟ يعني هدول شو بيقابلوا عند شعبكم؟ ما مليت من الاستهانة بشعبنا؟ هذا الشعب شعبي، كافحت سنين حتى ما تهينوه انتو ولا تسيئوا له. بس انتو ما حاربتوني إلي، جيتوا قتلتوا ابني بندالة. ها؟ يا ترى كم أب وكم أم حرمتوهم من أولادهم؟ انت اللي عم تقلنا هالحكي؟ كم ضيعة حرقت؟ كم واحد قتلت؟ وكم زلمة بريء عذبته لحتى مات؟ بما انك سألت لأحكي لك بقى، بس سكر هالكاميرا بالأول. سكرها. انبعت الفيلم على تلفزيوننا، خليهم يقولوا انه توسل وانه هو ندمان وانه عم يطلب العفو من شعبنا ومن قيادتنا. وبلا ما يطالعوا الصوت. لك جمال، انت بس خدني على قنديلي وانا اكيد رح احكي لك بعض الامور. فيك من هلا ورايح تحكي شو ما بدك. اخ يا كارا، اخ 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 يا كارا، اخ في الباب.
معلم إذا المحل مزبوط شغلتنا صعبة، وإذا فخ أصعب بكتير. تفائل عبد الحي شبنا، لازم تضلك عم تقول شغلات منيحة ل 31 الشهر. عبد الحي لليوم ما متنا، بس بالأخير بدنا نموت. يلي بدي اقول لك ياه انه ما لازم نموت قبل ما نرقص بعرس ميماتي. شفت العالم كيف بتكون متفائلة؟ هذا هو يلي بدي اسمعه بالضبط. في وراي بالسيارة 3 أشخاص لاحقيني، خلصوا عليهم فورا. جهزوا حالكم شباب، يلا يلا أمرك معلم. طلعوا بيعرفوا انه نحن لاحقينهم. معلم كارم مو هون، طلع فخ. تفائل عبد الحي تفائل. وينه جمال؟ ما بعرف. ايه هلا شو بدنا نعمل معلم؟ شو بيعرف شو بدنا نعمل؟ ميماتي انت روح شوف سلوى، ليك مضت ساعة زيارة. ننقذ كارا وبعدها بشوفها. لك إذا ما بنعرف وين مكانه كيف بدنا ننقذه؟ إذا بتصير متفائل بننقذه. أخي قدر الوضع شبك، إذا رحت لعند البنت شو قلها؟ بدل ما تقلي إلي قول لها المسكينة تتفائل. بس أنا ما قلت لك خليه يقتلوا الرجال. سيدي لما بشوفوا رجال على مدار بيهربوا. وعندي جوز كلام للغبي زازا. قلي شو الوضع تبع المعابر؟ سيدي الرئيس بالتفتيش بكل محل، صعب نطلع من اسطنبول، وإذا طلعنا رح نطول كتير لنوصل للحدود. نحن طلعنا حيتان وقت حاصرونا، ما رح نقدر نطالع فارة؟ روح حاكي زلمتنا خليه يحضر حاله. أمرك سيدي الرئيس. يلا. شو بدك ياني احرق الدنيا؟ ليش هيك حاطة العقدة؟ ميماتي كرمال الله لا تزيد علي ماشي؟ شو صار؟ تعبوك كتير بالعدلية؟ ميماتي بفضل انسجن طول عمري ولا يذكروني بهديك اللحظة أبدا. ليش عم تحكي هالحكي؟ أنا انسجنت لأنسى هديك اللحظة مشان أتركها وراي وطهر ضميري. هالشغلة ما بتنتسى بالسجن، بتصير هالشغلة هي السجان وبتنحبسي معها طول العمر.
لازم تطلعي من شان تنسي. ماشي ميماتي، يلا طالعني لشوف. انت صدقيني وانا رح طالعك. ميماتي بكفي هيك حاجة أحلام. سلوى، أجمل حلم كنت تحلميه هو أنا، وشوفي تحقق حلمك. هداك كان غير، لأنه عملناه بإرادتنا، مو هاد. وهذا كمان رح يتحقق. ميماتي لا تزيد على قلبي، أنا تعبانة وأنا بحاجة ارتاح شوي. نحن قدمنا أكبر تضحية في سبيل وطننا، غامرنا برواحنا، وهذا الشيء بيشعرنا بالفخر. الشيء الوحيد اللي بدنا إياه من دولتنا إنها ما تنسانا وتسمع صوتنا وتتعاطى مع مشاكلنا بجدية أكثر. طالما دولتنا وأمتنا موجودين ما حدا رح ينساكم. انتوا أمثلة حقيقية على عظمة أمتنا، أمثلة على حب شعبنا لوطنه. انتوا عماد هذا الوطن. انتوا كنتوا رفاقي بالسلاح. أنا ما كنت محظوظ مثلكم، ما استشهدت ولا تصوبت. الإصابة في سبيل الوطن شرف كبير كتير، بس أنا سعيد جدا بوجود رفاق سلاح إلي مثلكم. سيدي، اجانا خبر من زلمتنا هالكارة بين ايدين المنظمة. ايه، قل لهم يخلصوا عليه، ما بدي اي غلط. ايه حاضر معلم. لا تواخذوني، انا كمان مهموم مثلكم. بدل ما خليكم تحكوا، لما شفتكم قدامي انا صرت احكي. يلا تفضلوا يا شباب، فيكم تحكوا للصحافة مشاكلكم. سيدي، دولتنا كبيرة وبتحل مشاكلنا، إذا ما حلتها الله يسامحها. الأهم من مشاكلنا الفردية هو حل المشكلة الأساسية اللي تصاوبنا نحن مشانها. حابب أعرف، كأنه برأيك لازم يتغير الأسلوب تبعنا بمكافحة الإرهاب؟ أخي حسن، أنا ما تغيرت طريقة تفكيري. تستمر مكافحة الإرهاب على حالها، بس مكافحة الإرهاب هلأ تتطلب منا حلول استراتيجية أوسع من هيك بكتير. إذا نحن اليوم ما طرحنا هاي الاستراتيجية، مع الأسف رح نضل نتوجع كتير. أنا بعرف إنه مراد علمدار راح بشكل شخصي وقضى على رأس المنظمة اللي اسمه شاه ميران، وكمان بعرف إنه هو اللي عملها، بس صحافتكم كذبت ونزلت منشطات باسم واحد تاني غيره. معناتها اللي عم يكافحوا الإرهاب ما عم يكافحوا الإرهابيين بس، عم يخوضوا النضال بكل الساحات. ما أنا هذا يلي عم حاول أقوله من زمان. مراد علمدار أخ عزيز واستلم الراية منا وكمل، وطبعا كلياتنا لازم نساعده، بس أمثاله لازم يسمعوا من أصحاب الخبرة يلي مثلنا، اللي قضوا حياتهم بهذا الشغل الخطر والصعب، ويستفيد من تجربتهم من شان ما يغلط. معلم، كنت كارا ما بتعرف أي رابط؟ لا عبد الحي، من وين بدها تعرف؟ معلم شاه ميران مشان مين درب هدول؟ مشان أمثال جمال؟ إلا ما يكون عطاهم معلومات خاصة. ما بعرف يا عبد الحي، بس نحن ما سألنا البنت وين تدربت مثلا، أو إذا راحت على قنديلي. ليك يا أستاذي، أنا قتلت كتير ناس ودفنتهم بإيدي. على الأقل لا تقول أبو الشي إلي. طلعنا على المحكمة وتبرأنا، ليش ما أقولها؟ لا ما تبرأت، انحكمت. شو ما كان، راحوا جماعتك وعملوا كشف ونكشوا المكان. نحن شو بدنا نروح نعمل؟ أكيد في شي غايب عن العين يساعدنا. أنا نظفت البيت، شو بده يكون لسه بقيان؟ خلصنا. إذا خلصتوا شغلكم خلونا نروح. خلصنا معلم، خلصنا. ميماتي بده يروح معي اليوم. اعملوا اللي بدكم تعملوه من دونه.
مانك اخذ ميماتي لتسلمي، ما هيك؟ معلم، لو بوثق بلساني كنت رحت سلمت حالي من زمان. الاستاذة عم تضيع وقت، عم تقول يمكن يكون في راس خيط ببيت كنان. ايه روحي لحالك وشوفي. مو ميماتي نظف البيت؟ لنشوف إذا نظف شيء له لزوم ولا لا. حكي فاضي. ماشي ميماتي، رح تخلي مرتك بالسجن هيك؟ ما رح يلحق لعرسنا ب 31 ايار. خلي سلوى تضل. اوف، ماشي معلم ماشي، انتوا روحوا وانا بلحقكم. ماشي. تفضل، هي مفصل هويات اللي لاقوا سلوى. اتصلت فيهم وقالوا رح يقدموا إفاداتهم. طيب شكرا، رح احكي معهم بعدين بلغ المدعي. يسلموا، يعطيك العافية. بدك تخلص على كارا. جمال ما بيخليني أعيش. أنت خلص عليه وطلع من هنيك، لا تفكر بالباقي. لا تنسى، هي أحسن فرصة لتخلص من المنظمة. يا قليل الشرف، شو هدول؟ كنت لازم لحق البضاعة معلم. ولك يا غبي، أنا ما قلت لك ما بدك تلفت نظر؟ شو بتعمل إذا وقفوك وفتشوك؟ خلص ما بقى تنعاد. ما عاد ممكن بقى. طلعوا له حسابه لهذا الغبي. امشي معي يا أخي امشي. شو شايفك تعودت على الكمبرادورية رفيق شاهين؟ تركني هلأ من النقد. جبت لي أخبار من الرئيس؟ في عنا شحنة مهمة كتير والجمهورية كلها ملاحقتها، بيقول لك تستعد منيح. يا ما نقلنا لكم شحنات مهمة كتير، لا تخافوا. لوين بدها تروح؟ السيد متى طالب انه يجتمع معك. والسبب؟ لانك عم تضغط عليه كتير. انا عم اضغط عليه؟ ما قتلته، شو بده اكتر؟ وبما انك ما قتلته يعني ناوي تبهدله، وهو بيعرف هالشي. بدي اياه ياخذ جزاؤه بالسجن نتيجة اللي عمله بالناس. ما بتحب تقول له هالحكي بوشه؟ هو بيعرف هذا الحكي. كل شخص له الحق انه يندم، حتى لو كان هذا الشخص خاين؟ إلا إذا كان عم يخون عن قصد لا. بس الناس بطبيعتهم بيغلطوا، يمكن يخونوا القيم اللي بيآمنوا فيها وحتى بيكافحوا من شانها بدون ما يقصدوا. شلون بتصير الخيانة بدون قصد؟ الخيانة ما بتصير بدون قصد، بس اللي قصدته إنه مو كل غلط خيانة. الخيانة هي الإضرار بالبلد، والخاين هو يلي بيقدم هي الخدمة للعدو بإرادته. أنا بعرف إنه متى قدم لكم خدمات كتيرة، بس رغم هذا الشيء مين بيقرر إذا كان خاين ولا لا؟ الختيارية بدهم منك أنت تقرر. لهيك في فائدة من لقائك معه. بس خلص شغلي بشوفه. شو رح نعمل هلأ؟ رح ننتقل للنظام الرئاسي؟ عم ندرسها. ليش سألت؟ ما كان عندك فضول لهيك شغلات؟ لأنه المجتمع متوتر، ونحن بمرحلة انتقالية من الرياضة للسياسة ومن الإرهاب للاقتصاد. لازم نطلع مؤسسات جديدة، ممثلين اجتماعيين جداد. نحن مضطرين نتابع المرحلة الانتقالية بانتباه. هي أسهل مرحلة لاستفادة الإمبرياليين
يلي عم يحاولوا انه يلعبوا من خلالنا، وإلا ما بصير نظام رئاسي ولا برلماني ولا حتى شبه برلماني. المهم بالوقت الحالي هو تأسيس ثقة مواطننا بالدولة. شو ما صار وشو ما كان في أغلاط بالماضي دمرت هاي الثقة. المهم هو إبراز القيم يلي عملت من الأمة أمة. وغير هيك لازم نجمع الناس على هدف مشترك بيتعلق بالمستقبل، وهذا واضح. تركيا رح تصير دولة كبرى وعلى المستوى العالمي، وبهالشي بنقنع الناس. بكفي ليلى، خليتيني دور بكل سنتي. كينان هون كان موجود؟ ايه هون كان موجود. باللحظة اللي ضربته فيها سلوى، ما هيك؟ ليلى بدك تجننيني؟ قوم الزلمة وقتله مرة تانية؟ يلا خلصينا، ما عاد في شي. ايه الحمد لله. ماماتي تعا ساعدني لنسحب هي. يا إلهي الهمني الصبر. بعد هيك ماشي. ارتاح قلبك هلأ؟ لا ما ارتاح. شو عم تدوري؟ هذا المريض ما جاب البنت لهون لحتى يقتلها. ليش لكان جابها؟ لو سلوى ما قاومت كان رح يغتصبها. ليلى أكيد هو صورها لحتى تبقى معه طول العمر. بكفي بكفي. تدريبنا كان بقنديلي. بعد ما اجيتي لهون رجعتي على قنديلي؟ رحت مرة. شلون رحتي؟ في رجال المنظمة هنن يلي أخذونا، بس الرجال تبعنا كان خاص لأنه رحنا بالسر عن المنظمة. الرجال الخاص هو اللي لازمنا. وين ممكن نلاقيه؟ إلكن عندي بشارة يا رفاق، رح تروحوا على قنديلي مشان تشاركوا بنضال شعبنا العسكري. انتوا كملتوا تدريب المنظمة النظري بنجاح كتير كبير، وهلأ الدور على العملي. سيد الرئيس، قد ما شكرناك بيكون قليل، وبالآخر نحن كمان رح نروح نحارب في سبيل تحرير أرضنا. ايمتى رح نروح سيد الرئيس؟ رح تطلعوا الصبح بكير. سيدي الرئيس بعد إذنك أنا بدي أروح ودي عائلتي، فإذا بتسمح لي أنا بروح وما بتأخر. شو أنت عميله لا؟ شو هالحكي هاد يا رفيق؟ أنا رايح على الموت مشان شعبي، يمكن ما بقى أشوف عيلتي أبدا. ما تخليني أحرق عيلتك كلها. نحن هون عم نحكي عن تحرير شعبنا وأنت عم تفكر بالعلاقات الإقطاعية؟ سيدي أنا ماني رايح. الإمبرياليين عم يستغلوا عيلتي بالمدينة للنخاع، وبدك ياني أتركهم هون؟ الشعب هو شعبنا كلياتنا، بالنتيجة نحن عم نحارب مشانهم. أنا رح روح. نحن سمعنا من هالكلام الدرامي كتير يا رفاق. هذا كلام حلو بيخترعوه العملاء لما بيتحاصروا. نحن هلأ عم نحارب. بالحرب في شغلتين، هن المنظمة والقيادة. هدول المفهومين حطوهم براسكم، هدول أهم من أي شيء، لأنه منظمتنا وقيادتنا هن يلي رح يوصلونا للتحرر. ممكن نعمل أي شيء، بس ما ممكن نشكك بهدول الشغلتين. العملاء السافلين حاصرونا. تسلحوا يا رفاق، يلا يلا يا رفاق، الدور عليكم. راح تخوضوا أول معاركنا. أنا لازم فوت وأمحي وثائق المنظمة. يلا يا رفاق يلا.
تهجم يا رفاق. يا رفاق أنا هلأ رح سلم حالي، وأنتوا لا تموتوا حالكم على الفاضي. وقفي، شو عم تعملي؟ أنت عميلة؟ استسلمت. واقف. لا تقوصوا لا تقوصوا. تعي لهون، تعي. كم شخص في جوا؟ لسه في 3 رفاق جوا وكلهم طلاب جامعة. اتركوا السلاح وسلموا حالكم، نحن ما بنأذيكم. تعال هي الجهة. عبد الحي انت خليك. ليش معلم، شو رح تعمل انت؟ بما انه بعت الشباب من هون معناتها رح يهرب من ورا. ارمي سلاحك ولا تخليني اوصيك. أنا مستعدة أموت ولا بسلم حالي. أنتوا ما بتعرفوا غير تقتلوا أصلاً. انت بدك تحاربينا من شان هاد؟ كان عم يحاول يهرب من ورا. أنتوا كلكم خونة. سلمهم للمخابرات. ماشي معلم، أنا عم بنزف، خدوني على المستشفى. انت ما راح تروح على محل، لسه لنا شغل معك. أنا بدي استفيد من قانون الندم. شو ليش واقفين هيك؟ انتوا عندكم قانون ندم وانا بدي استفيد منه. عبد الحي برأيك هذا ندمان؟ لا لسه معلم. اسألوني شو ما بدكم لجاوب، أنا جاهز لأي شيء. جمال شلون بده يودي كارا على قنديلي؟ كارا؟ أنا ما معي خبر بهيك شيء. هذا لسه ما ندم. معلم هذا عم ينزل نبضه 10 دقايق وبيروح. لازم تاخذوني على المستشفى. قلت لكم أنا ما بعرف شيء. إذا ما بتعرف ما بتفيدني، ليش لا أتركك عايش؟ شاهين بيشتغل بالشحن، هو يلي بينقل الشحنات السرية تبعنا. إذا كارا مع جمال رح يروح عن طريق شاهين. برافو. شايف يا عبد الحي هلا بلش يندم. وين بلاقي لشاهين؟